السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي. تعالى نتكلم شوية في ان الزمالك خد الدوري 15. بص يا حبيبي قلبي هقول لك على حاجة. الزيطة اللي عاملينها الزملكاوية وان هم اتحدوا المنطق وان هم عملوا انجاز وان هم عملوا اعجاز، حاجة يعني عارف اللي هو ضحك على الدقون. بالنسبة لي انا يعني صوت انت عملت ايه؟ عادي خدت دوري. ايه المشكلة انك خدت الدوري يعني؟ طب انا باخد الدوري كل سنه باخد الدوري. يعني اما اخد الدوري مثلا 3 سنين ورا بعض وانت تيجي تاخد الدوري، واخد الدوري 10 سنين ورا بعض وانت تيجي تاخد الدوري، ايه المشكله؟ انت عامل زيطه ليه؟ كل الزملكاويه طالعين في السوشيال ميديا عاملين قلق. احنا خدنا الدوري وفريق مليارات. حبيبي انا فريق مليارات عشان انا فريق ناجح، عشان انا عندي نادي ناجح بيعرف يجيب سبونسر وبيعرف يجيب فلوس. انت فريق فاشل، اداره فاشله. انت فريق فاشل واداره فاشله، انت لسه خسران الكونفدراليه اللي ب 4 مليون دولار على ارضك وسط جمهورك. تمام. وفرحان بالدوري مجرد بس انك ترازي فيا يعني فرحان عشان انت هترازي فيا وهتحفل عليا. انا ما عنديش مشاكل ان اعترف بخطئي كفريق اهلي. فريقي كان عنده مشاكل السنه دي وكان عنده اخطاء كتير بالجمله، بس انت كفريق انت ما عملتش انجاز يعني. انت خدت الدوري عشان انا كنت وحش، لا اكتر ولا اقل. وخدت الدوري في ايه؟ في اخر جوله. تمام كده. فما تطلعش تحسسني ان انت عامل انجاز او واخد الدوري مثلا بفرق نقط او بتاع. انت بقالك 3 سنين مرمي في الكونفدراليه، فاهمني، عمال تقاوح هناك مع البط الكيني وال الرز الليبي وابو سليم الهندي. فبالله عليك ما تطلعش تزيد عليا وتقول لي فريق مليارات، وفريق المليارات دي انا اللي جبتها عشان اداره ناجحه. عندها اخطاء السنه دي، عندها اخطاء السنه دي، ما بنكرش. احنا كاهلاويه ما بننكرش الخطا او ما بنعملش مبررات او بنعلق شماعات او نعمل زي ما انتوا بتعملوا. انتوا عمالين تقولوا انجاز انجاز انجاز. يا عم الف مبروك على الدوري 15 اللي هو كان بالنسبه لي كان سنه 79 او حاجه زي كده يعني على ما اتذكر. فاللي هو يا عم ماشي مبروك ليك، بس ما تطلعش بقى في كل احتفالاتك تجيب سيرتي كنادي اهلي، يعني مش سيرتي انا رامي، سيرتي كنادي اهلي. ليه؟ لان انت ما عملتش انجاز. انت عندك مشاكل، عندك مشاكل عشان انت اداره فاشله، عندك مشاكل عشان انت عليك ديون واداره نصابه. بالنسبه لنا دي اداره نصابه، انها عندها 17 او 18 ايقاف كيد لانها ما ادتش الناس حقوقها. فده نصب. فده يعني انت تتكسف انك تقول ان عندك 17 كيد، لان كل ال 17 كيد اللي عندك او 18 او 19 او يعني ايا يكن الرقم حاليا او بكره او بعد عشان كل شويه بيزيد يعني سوري معلش. فان انت طلع تتفاخر ان انت عندك كل كميه الايقافات دي وانك خدت الدوري، فدي حاجه ما تميزكش، دي حاجه تعيبك. لان انت راجل عملت صفقات غلط وما اعترفتش بالغلط وبالتالي ما اديتش للناس حقوقها، فالناس رفعت عليك قواضي فتوقف الكيد بتاعك. فمعنى ذلك ان انك اداره فاشله. خدت الدوري السنه دي ليه؟ عشان انا ادارتي كانت السنه دي عندها اخطاء بالجمله وفريقي كان سيء للغايه، ومع ذلك كنت بنافس معاك لاخر رمق، لاخر جوله انا موجود وانا سيء جدا وانا وحش وجمهوري مش طايقني وجمهوري عمال ينتقدني وينتقد الاداره ويقول عندي اخطاء بالجمله. بنافس لاخر رمق، لاخر جوله انا موجود عادي ممكن اخد الدوري. الانجاز هنا ان انا شايف ان فريق يعني الطبيعي ان هو ياخد الدوري لان الفرق اللي بتنافسه مش موجوده السنه دي. يعني الاهلي اللي هو متعود ان هو يكسب كل ماتشاته مع التحكيم ومع ابو الوفا، اللي هو يعني لولا ضربه الجزاء اللي ما حسبهاش كنا ممكن ناخد الدوري عادي خالص. بس سيبك من كل ده، ان انا ما بحبش احط مبررات، لان انا ما بحبش اقف عند ضربه الجزاء. انا فريقي يكسب في الملعب ما يقفش على ضربه الجزاء. انا كاهلاوي كده. ضربه جزاء حقي وكانت ممكن تخليني موجود في الدوري واخد الدوري كمان، بس انا فريق وحش. فانا فرحان ان انا ما خدتش الدوري عشان خاطر اعالج اخطائي، فاهمني. اما العقليه هنا مختلفه. انت شايف ان انت عملت انجاز، فا ايه يعني 17 كاف كيد وانا اخدت الدوري؟ ده انا فريق بطل يا عم انت فريق نصاب، انت اداره نصابه.
انتوا عندكم مشاكل بالجمله، حلوها. وبليز من فضلك يا صاحبي، لما تخسر بعد كده السنين الجايه، عشان ده العادي، عشان نبقى متفقين بس ان السنين الجايه كالعادي الاهلي هيرجع تاني ويكتسح كل حاجه. فما تجيش ترجع تقول بقى ايه التحكيم. ما هو التحكيم السنه دي ظلمني عادي، بس انا ما بقولش التحكيم، بقول ان فريقي سيء. ده الفرق بيني وبينك، ما بحطش مبررات، بقول الاداره عندي اخطات، جابت مدربين وحشين، جابت لعيبه بفلوس كتيره ما عملوش حاجه، في اخطاء كتير قوي اداريه، في لعيبه كانت وحشه، كان في موسم سيء، كان في مدربين فشله، كل حاجه. بقول اللي عندي. انت يا صاحبي لما بيبقى عندك المشاكل دي بتطلع مبررات وتحط شماعات، بتقول كلام كده من وحي الخيال يعني. فخلينا متفقين ان انت ده مش اعجاز ولا انجاز، ده حاجه عاديه خالص، لان انا مش موجود السنه دي وسيء جدا جدا، بخسر نقط مع فرق يعني مش موجوده. وانت جاي تاخد الدوري في اخر جوله بفرق 3 نقط، بدوري مشبوه، بدوري مشبوه تحكيميا. ومش هتكلم عن النوايا عشان بالحاج امبارح يعني مش هتفرق معايا ان كنتوا تعادلتوا او خسرتوا او ايا كان. انا فريق سيء وانا كنت مبسوط ان انا يعني الحظ ما يخدمنيش في ان اخد الدوري، فاغطي على المشاكل اللي عندي. اما انت لسه خسران الكونفدراليه على ارضك وسط جمهورك، وسط 70,000 ولا 80,000 من جمهورك، اللي هي كانت ممكن تحل لك بعض من مشاكلك او كل مشاكلك كمان 4 مليون دولار، وجاي فرحان بالدوري لمجرد ان انت هتقول ان هو انجاز وترازي فيا وتقول ان انا خدت الدوري، مع انك ناسي جدا، ناسي او بتتناسى انك واخد الدوري ال 15 اللي هو في فرق بيني وبينك بالظبط. مش هقول لك بقى 30 دوري عشان يبقى بالتقريب، لا، 19 دوري، 29 دوري سوري، 29 دوري بيني وبينك فرق. فما تجيش مثلا وانت بتفرح تقارن نفسك بيا او تديني نصيحه. صاحبي انت يوم ما كنت في اخر مره في دوري ابطال افريقيا ووصلت للنهائي، انا اديتك على وشك، او انك كنت بالفعل احسن مني سكواد، وكل الزملكاويه عارفين ده، واللي يقول غير كده يبقى جاحد يعني. انت كنت ايام دوري سوري ايام نهائي القرن كنت سكواد اعلى مني بكتير، وخدته منك. انا لسه مديك 3 في الدوري يعني. فانت يعني ايه فرحتك بالدوري، بس ما تنساش ان انت هلفوت بس. سوري يعني، سوري لجمهور الزمالك واسف لجمهور الزمالك، بس دي الحقيقه يعني. هو نادي هلفوت بيعيش على الفتافيت، كل كام سنه ياخد الدوري يطلع يزيد، كل كام سنه ياخد الدوري يطلع يزيد، او انه بقاله 3 سنين بيشارك في الكونفدراليه مش عارف حتى يطلع التاني. السنه دي بيعايرني ان انا رايح الكونفدراليه. وعلى فكره دي بالنسبه لي حاجه كويسه، ان انت عارف ان الكونفدراليه معايره، حاجه مش حلوه اللي انت كنت عمال طالع بيها السما ونهائي الكونفدراليه، وان انا رايح نهائي افريقيا، والمذيعين بتوعك في القناه بتاعتك عاملين يقولوا إيه الزمالك يمثل مصر، يمثل مصر فين؟ دي بطوله مخفيه ملهاش حتى تقييم في الفيفا. يا جماعه، يا جماعه، راجعوا نفسكم شويه بالله عليكم. انا مش طالب منكم غير انكم تقولوا الواقع، الحقيقه. بلاش يعني لمجرد اللايكات ومجرد اللي هو يعني عشان تبقى ترند على السوشيال ميديا وعشان تغيظ غيرك، ان انت تطلع شكلك هلفوت تافه، بني ادم تافه. قول الحقيقة عشان انا اشاهدك وابص عليك واقول الراجل ده بيقول كلام يعني محترم احترمه اتفرج عليه. اما تافه وهلفوت، انت ايه شكلك قدام المجتمع اللي انت عايش وسطه يعني؟ مش فاهمك. اه كان اهلاوي زعلان، زعلان طبعا، لاني راجل بحب النادية وعاوز ياخد كل البطولات، بس فرحان لان عندي مشاكل السنة دي وعاوز احلها. وفي الاول وفي الاخر انا راجل واقعي يعني، شايف ان فرقتي عندها مشاكل فبعترف بيها، فبقول السنه الجايه هبقى افضل عشان بعترف بيها. اما انت نادي خدت الدوري عامل زيطه وزنبليطه على الفاضي. صاحبي انت واخد الدوري ال 15، فبالله عليك هدي الدوشه شويه، عاوزين ننام. ماشي يا حبيب قلبي، يلا سلام عليكم واشوفكم الدوري الجاي ان شاء الله. سلام.